اجمل حاجة انت ممكن تعملها في نفسك انك تفهم نفسك كويس، تعرف انت بتحب ايه، مش بترتاح لايه، امتى بتحس بالانزعاج وهكذا، بس من غير ما تحط نفسك في مقارنة مع حد. فمثال، شوف، هل انت بترتاح لما بتكون علاقاتك كتير ولا بتحب تكون علاقاتك محدودة؟ هل انت بتفضل انك تقضي وقت لوحدك اكتر ولا مع الناس؟ وتكون عارف من جواك ان شخصيتك جميلة زي ما هي، لان حقيقتك اجمل من الزيف اللي انت تحاول انك تلبسها علشان تكون زي الباقيين. انت مش مطالب انك تكون زي حد، خليك نفسك وصدقني وقتها ترتاح جدا. فاقبل نفسك زي ما هي. بقولك ما تسمحش لغيرك ان هو يعاملك معاملة مؤقتة او على حسب مزاجه، وما تسمحش لاي حد ان هو يحتاجك وقت وحدته ووقت وجوده مع الكل هو نسيك. بلاش تبالغ في تمسكك بالشخص، كل الحاجات ديت هي سبب اذيتك اللي انت ما كنتش لاقي لها تفسير. كل ده بيأذي روحك وبيخليك تخسر كل الناس. فبلاش تهتم بحد لو كان وجودك في حياته ملوش لازمة، وبلاش تسأل على حد كل شوية وهو بيكتفي بالرد بعمل ايه وسلام علشان مشغول. ابعد، هتحس براحة نفسية حتى ولو كنت لوحدك. بس باختصار ما تتعلقش بحد هو مش عاوزك او مش عايزك تكون موجود في حياته اصلا. بس بقولك ايه، اللي احنا عاوزينه حاجة والحياة بتدينا اوقات حاجات تانية خالص، وكأن الحياة لها حسابات مختلفة عن اللي في دماغنا. زي انك دماغك ممكن تقولك لازم الناس تعاملك زي ما انت بتعاملهم، والحياة تثبت لك بكذا طريقة ان ده مش شرط خالص. دماغك تقولك انا ما عملتش حاجة وحشة في حد فلازم الناس كلها تحبني. الحياة تفاجئك ان في اشخاص بيكرهوك وانت ما عملتش ليهم اي حاجة وحشة. فمهما يجي علينا وقت ونتقبل الواقع، بلاش نعيش صدمات متجددة. التقبل مش معناه ان احنا ما نزعلش، بس خلي زعلنا ما يطولش او يتحول لحزن شديد. ويكفي ان قلبك عارف طريق الحب وعدم ايذاء الاخرين، فهو ده المكسب الحقيقي. بقولك كل صبر وراه جبر، وكل شدة جواها دروس هتتعلمها وناس هتتعرى وتبان قدامك على حقيقتها. وكل ما احنا بتعدى عليك بتطلع منها جبل قادر ان هو يتحمل ويشيل اي مسؤولية. عشان كده كل عسر احنا بنعيشه بيكون وراه اليسر، والشاطر اللي بيتقبل قدره ويصبر على ابتلاءه وبعدين ربنا بجلالته وعظمته وقدرته بيقول لك وبشر الصابرين. فيا رب بحجم ما صبرنا بشرنا بالخير وارزقنا بفرحة نسينا كل وجع احنا عشناه وكل هم احنا شلناه، ارميها على ربنا. تخيل انك عايش مع شخص انت مش قادر تفهمه، مش عارف ايه اللي بيضايقه، ايه اللي بيخليه مرتاح ومبسوط، مش عارف ايه احتياجاته، مش شخص مش بتعرف تساعده يهدى لما بيكون غضبان، مش بتعرفوا تسمعوا بعض ومفيش اي حوار سوا. تفتكر شكل العلاقة ديت هتكون عاملة ازاي؟ طب تخيل بقى لو الشخص ده نفسك، يعني انت عايش مع نفسك في حالة بعد وعدم تفاهم، مش قادر تفهم نفسك كويس. فاكتر شخص انت محتاج تكون على علاقة قوية بيه هو نفسك، لان لو انت مش قريب منها صعب انك تقدر تعمل علاقات قوية مع اقرب الناس ليك. اللي خلى اقرب حاجة ليك هي نفسك ومش عارف تكون بعلاقة كويسة معاها، هتبقى في علاقة كويسة مع الناس اللي حواليك ازاي؟ اهتم بنفسك شوية. مش دايما المكسب بيكون في انك قدرت تاخد كذا، اوقات المكسب الحقيقي بيبقى في انك بتسيب مش بتاخد. فساعات بتسيب لان مفيش فايدة في فلان ولا جديد هتقدر تقدمه، وعشان تشتري راحتك وتحافظ على شوية الحلو اللي باقيين فيك. فممكن تكون السعادة احيانا في ترك الاشياء اكتر من الحصول عليها، وبتحس انك بتلاقي نفسك لما بتبعد عن الشخص ده. فلو كان ده هيبقى في مصلحتك ابعد، ابعد احسن لك علشان نفسك الاول قبل اي حد. فنفسك مهمة جدا. بقولك يا صاحبي، الألم عمل جواك حاجات عظيمة، دور عليها واكتشفها وتصالح معاها. مجرد ما هتكتشف معنى لألمك هتنقل الألم لمكان مختلف في حياتك. فبدل ما كنت بتشوفه ذل ومهانة وكسر، هتشوفه قوة وتغيير ونضج وتعاطف وإحساس بالآخرين. فممكن يكون وقت ألمك ده الرصيد اللي انت هتعيش بيه واقف على رجلك بقوة وثبات. فاوعى تفشل في ألمك. بقولك ايه، مش كل خيانة بتبقى خيانة بالجسم. الكذب خيانة والغدر خيانة وكسر الوعد خيانة والتخلي خيانة. ولا كل مؤذي بيبقى مكتوب على وشه ان هو شخص مؤذي. الكلام اللي زي السم اذية، عدم التقدير اذية، الاستهانة بزعل حد غيرك اذية، التخلي اذية، واستغلالك لطيبة حد مديلك الامان برضو اذية. فالأذى والخيانة ليهم مليون شكل، ومش لازم أثارهم تكون متشافة على ملامح اللي قدامك، لكن بتبان في الأفعال بتاعتهم. فمعظم اللي بيأذي غيرهم بيقفل عيونهم عن تصرفاتهم المؤذية اللي بسببها في حياة ناس بتتغير للأسوأ. فربنا يكفينا شر الناس المؤذيين المجرفين وشر أذاهم، ويبعدنا عن أذية الغير بقصد أو بدون قصد. الصمت من أسوأ المراحل في أي علاقة، مش بس لأن الطرفين بيتجنبوا الكلام مع بعض علشان ما يحصلش صدام جديد ما بينهم،
لكن كمان كل واحد بيعمل عالم لنفسه وينعزل عن الطرف التاني، عالم يعرف يتكلم فيه ويتفهم من غير ما يبرر ويشرح ويتشاكل، او عالم بعيد عن المسؤولية والالتزامات. العالم ده ممكن يكون اصحاب، اهل، شغل كتير، هواية، او طرف تاني يستغل مرحلة الصمت ديت. والحل في المرحلة ديت ان الاتنين يقرروا ان هما مش عايزين يكملوا كده، ولازم يتكلموا مع بعض في كل اللي مضايقهم، ويتعاملوا مع بعض ويتواصلوا صح ويوصلوا لحل في كل مشاكلهم، لان بالطريقة ديت علاقتهم مش هتكمل. انا من الناس اللي جزء كبير من تعاملاتهم كان بيحكمني فيها التقدير الزياده لكل الناس، وحط تحت كلمه الزياده ديت مليون خط. فبعد التجارب بتكتشف ان مش مطلوب منك تدي غيرك فوق 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 التقدير اللي هو يستحقه، مش مطلوب ومش هيتقدر ومش ضروري، وفي الاغلب هيتفهم غلط. الواحد منا بيهزم نفسه بنفسه لما بيقرر يحط حد في مكانه كبيره وهو ما يستحقهاش. فهتدي حد اكبر من قيمته هيديلك انت اقل من قيمتك. احسبها صح. كلنا في رحلة بحث عن الأمان بكل صوره، سواء مادي أو عاطفي أو عملي، بندور عليه وبننسى إن الإحساس بالأمان ده أصلا مرتبط ارتباط إلزامي بمدى ثقتك في ربنا. قلقان من بكرة في إيدين ربنا، قلقان من بشر مفيش في إيديهم أي حاجة مش كاتبها ربنا. فكل حاجة في الدنيا ديت في إيدين ربنا. ربنا هو الوحيد الأحق بتوددك وثقتك ومحبتك وسؤالك في كل وقت وبدون حساب. هو الوحيد اللي قادر يبدل الوضع من حال لحال، يلحقك ويحقق لك أمانيك ويكرمك. اعمل بس انت اللي عليك للنهاية وسيب ربنا يدبرها لك. فمفيش رزق هيتمنع عنك ولا نصيب مكتوب لك هيضيع من ايدك. مهما الناس وقفت على راسها او اتحطت الحواجز ما بينك وما بين الحاجة ديت، هتوصلها. ما كان مقدرا لك سيأتيك ولو كان بين جبلين، وما لم يكن مقدرا لك لن يأتيك وهو كان بين شفتين، وما كان مقسوما لك سيأتيك رغم ضعفك، وما لم يكن لك لن تنال بقوتك. في ايدين ربنا يا صاحبي، ما تقلقش، ارميها انت بس عليه وسيبها على ربنا. بقول لك كتر التسامح والتفويت للأسف مش دايما بيتفهموا ان هم رغبة منك في الاستمرار والحفاظ على الطرف التاني. في للأسف ناس بتفسر السكوت ضعف والتفويت قلة حيلة والتجاهل عدم قدرة على المواجهة، مع ان تفسيرهم الحقيقي هو انك بتدي فرصة علشان لسه باقي على العشرة والايام الحلوة اللي ما بينكم، وان البيع عندك مش بالسهل. فعلشان كده مفيش مانع من شوية قسوة يتشال الوقت اللزوم علشان يظهروا في لحظة معينة يرجعوا الامور لشكلها الطبيعي. شوية حسم ما يغيروش الشخصية ولا يبقوا طبع دايم، لكن يعدلوا المايل لو فكر يميل، ويحافظوا على كرامة وحق لو تسابوا للي قدامك بدون ضبط ولا ربط، لان لو تسابوا هيدوسهم ويدوسك. فظبط نفسك. بقول لك ايه، لما تلاقي الدنيا تعجرب معانا من كل اتجاه، يبقى ربنا عايز يعلمنا درس الصبر الجميل، صبر مع تسليم، وانك تبطل تفكر كتير في النتيجة والمستقبل والحلول علشان تصدق بقلبك قبل عقلك ليس لك من الامر شيء، وتيقن حقيقة ان عمرك ما كنت متحكم في حاجة مهما هيئت ليك نفسك انك مسيطر، وانك عمرها ما جت بتدبيرك ولا شطارتك. فانت عليك بس السعي مع الصبر والامل وعدم التعلق. اما الباقي بقى فده فضل وكرم وستر وتوفيق واذن ورزق وبركه في الرزق. فسبحان الله، لحظه التسليم والتخلي التام اللي هي لحظه الادراك ده ما يستقر جواك ولو لدقايق، والدرس بيوصل للقلب والعقل، تلاقي الوسع والحلول والتيسير ظهرت والامور اتحلت في حياتنا كلها. ما بتمشيش وما مشيتش بحسابات العقل ولا الورقه والقلم، بس الانسان بيحب يوهم نفسه ان هو شايف وعارف ومتحكم في كل حاجة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سلام.